السلام عليكم الدراري ديال اوروبا كاملين، الدراري مغاربه. غادي نبداو الفيديو بهذا الدرابو هذا اللي كنحماق عليه واللي كنحترمو بزاف، وماشي بوحدي اللي انا اللي كنحترمو، كيحترمو العالم كله لانه درابو في شكل. وغادي نشرح لكم علاش الناس كيحترموا هذا الدرابو هذا. ثانيا هذا الفيديو هذا موجه للدراري الدراري اللي في المانيا واللي دفعوا له جو، وماشي غير اللي في المانيا، الدراري كاع اللي ما عندهمش الوراق في اوروبا وغادي نهضروا على واحد الموضوع اللي هو مهم بزاف للدراري، وغادي نهضروا على شي نقاط هما الاولى. هاد النقاط هادو غادي نطرقوا لهم لانهم مهمين بزاف وخصنا نهضروا فيهم ضروري. غادي نمشيو نوقفوا ليه شويه وغادي نهضروا على هاد النقاط هادو هما الاولين باش نحددوا شي حوايج قبل ونشرحوهم قبل ما ندخلوا لصلب الموضوع، اللي هو خص الدراري يتحركوا ويديروا مظاهره في المانيا ويضربوا على راسهم الا مبغاوش يرجعوا للمغرب ويرجعوا للقمع والحقره والتكرفيس والوسخ بلا ما نهضر. احنا غادي نشرحوا مزيان شنو هو المشكل. اولا غادي نهضروا على العياشه فيهم جوج انواع، هما العياشه اللي بقاو في المغرب واللي ما عندهمش اصلا الكوراج وما عندهمش البيضات باش يشدوا الطريق وباش يجيو لاوروبا، واللي حاسدينكم باش حيت وصلتوا نتوما هنايا وشافوا دراري ما عندهمش مساكن وهذا وتكرفصوا وشدوا الطريق ووصلوا كيتشفاو فيهم باغينهم يرجعوا باي طريقه. اولا العياشه اللي ضربوا الطريق، اللي ضربوا الطريق، يعني مشاو لتركيا وضربوا الطريق وجاو على رجليهم وتكرفسوا مع الناس في الطريق وهذا، ووصلوا لهنا وباقي كيقول لك عاش سيدنا وانا ما نقدرش نسب سيدنا وانا غادي نحددوا بعدا واحد كاين جوج حوايج، وهما جوج حوايج هادو فيهم فرق كبير. لانه المغرب ماشي هو الملكيه، المغرب هو الشعب المغربي مسكين اللي مكرفس في المغرب واللي كلاوه في كل شيء وما خلاو ليه والو، يعني وعنده الخيرات ديالو وقتلوه بالجوع، ويعني وصلوه لواحد المرحله اللي ولا يعني كلشي كيضحك عليه في العالم كامل، يعني ولا الشعب المغربي يعني سينونيم ديال الفقر، سينونيم ديال المشاكل، سينونيم ديال يعني ديال التاخر في كل المجالات. وهذا الشيء هذا شكون سببه؟ شكون اللي حاكمنا حنايا؟ شكون اللي كيقرر كل شيء في البلاد؟ شكون علاش كتكذبوا على راسكم؟ علاش؟ المهم هادشي هذا ما غاديش نهضروا فيه بزاف باش ما نطولوش. الدراري اللي جاو حتى لالمانيا وجاو لاحسن دوله في اوروبا يمكن تقريبا، ولا من احسن الدول في العالم تطورا وحضاره وثقافه وكل شيء يعني، وباقي كيقول لك عاش الملك واللي دايرين به هما اللي كيديروا كل شيء، هما اللي سرقونا. السي يا فلان فيق اصاحبي، مالك حمار، فيق. راه ما كاينش شي حاجه كدار في المغرب ولا شي حاجه كتقرر وما كيكونش محمد سيس في راسو. محمد سيس كيجيو التقارير يوميا على الشاده والفده، راه الا حزقتي راه كيقولوا له راه فلان حزق، فهمتي؟ يعني ما تبقاش تكذب على راسك وتقول محمد سيس. الا كنتي نتايا شاد الطريق ومكرفس هذا الشيء كله وواصل لجرماني ولا واصل للسويد ولا واصل للدنمارك وباقي كتقول عاش الملك، يعني راك باقي ما فهمتيش شنو هي، اش كتعني دوله، واش كتعني يعني الحقوق ديالك، واش كيعنيو الواجبات ديالك، باقي ما فهمتيهمش وما عمرك غادي تفهمهم. وانا بالنسبه لي يعني هذا كيبقى راي ديالي وكل واحد يحترم على رايه، ولكن غادي نحدد علاش انايا ما عجبنيش الحال في بنادم كيفاش كيهضر. انا الراي ديالي هو المغرب بغيتو يولي بحال الملكيات اللي كاينين في العالم كامل، الا هما فيهم النفس وكتجيهم النفس على المغرب وعلى الشعب المغربي، يطلقوا اللعب، يطلقوا البوفوار لعباد الله، يطلقوا البوفوار للمغاربه ويديروا ملكيه بحال السويد هي ملكيه ومن اغنى الدول في العالم، ولكن ما كيعطيوهش واحد الميزانيه اللي كتوصل 600 مليون ديال الاورو في الشهر، فهمتيني؟ ما كيعطيوهاش ليه. وسير شوف وكتب في انترنت وشوف شحال كيعطيوه، وشوف الانجليز، ياك الانجليز من اكبر الملكيات في العالم، وشوف الناس كيفاش عايشه، ياك ملكيه ولكن الناس عايشين وديمقراطيه وداك الشيء، ولكن هادوك ما بغاوش لكم الديمقراطيه، بغاو لكم ديما تبقاو مكرفسين باش يبقاو ديما كيسرقوكم وديما تبقاو تحت الصباط. ما عمرك تولي انسان عندهم، الا بقاو هما ما عمرك تولي انسان عندهم. كون كان فيهم شويه ديال النفس
وفيه وكتجيهم النفس علينا، واخا يبقاو ويطلقوا اللعب وتولي ملكيه نقيقيه وزويونه بحال الناس. شو الضرب كيفاش كيشعل، العالم كله كيحترموا الناس، هي 9 المليون ماشي حتى 34 مليون، ياك ما عندهمش حتى يعني ما عندهمش حتى موارد بشريه بحال المغرب اللي 50% فيه دجان مساكن مكرفسين، دخلوا لهم القرقوبي ولي غوين والزطلافه رخيصه كيبيعوها لهم تماك، باش يبقى ديما مسكين مكرفس وديما مشاكل مع والديه، واللي دار حاجه صغيره يديرها، لانه فاش ما كتكونش عندك الخدمه وما عندك والو راه فين كتمشي كتوصل كتولي كتدخل لا كريميناليتي، لا دروغ كتولي كتقضي عليك، كتولي غاليه عليك، كتولي تدخل كريميناليتي، كتولي شمكار، كتولي هذا، يعني هذا هو فين وصلنا. المهم هذه النقطه غادي نطرقوا ليها من بعد. واول شيء انا هضرت على الدراري اللي جاو وما بغاوش يبدلوا العقليه ديالهم، ما بغاوش يفهموا شكون اللي خلاهم يوصلوا لهذا المستوى هذا، باش يتموا جايين في الطريق مع الناس اللي عندهم الحرب. واخا كنحترم كاع الدراري اللي جاو واللي خرجوا من ديك البلاد لانه باغي يدبر على راسو، باغي يعاون والديه، وباغي يحقق الاحلام ديالو اللي مستحيل يحققها في واحد البلد اللي فيه الاحلام منعدمه، فهمتيني. ويعني خص الدراري هادو يفهموا شويه، يشوفوا الالمان كيفاش تعاملات معاهم، ياك ما عندك التورقه عندهم، ما مولود عندهم، ما كتجيهم، ما خوهم، ما والو، وبعدا عطاوك ادنى يعني حد من الاشياء اللي يقدر يعطيك الانسان، هي الماكله والشراب وواحد الخليصه في الشهر، وما كاينش اللي يأذيك الا ما اديتيهمش انت. وحتى ديك يعني حتى ديك السرقه وداك الشيء، هذاك الشيء خصو يحيدوا الناس، خصكم تحيدوه، بدلوا العقليه الدراري، العقليه ديال السرقه وداك الشيء ما خداماش، هذاك الشيء ما غاديش ينفعكم. ثانيا انا هضرت على الدراري وغادي نهضروا في هذا الشيء هذا يعني بواحد الطريقه يعني سريعه باش ما نضيعوش الوقت، لان الموضوع ديالنا ماشي هو هذا الموضوع ديالنا، هو خصكم ديروا احتجاج باش تبينوا لهم بانكم مقهورين، لانه كل شيء قال الكلمه ديالو، والمانيا قالت الكلمه ديالها، الصحافه ديالها قالت الكلمه ديالها، وانتم ما قلتوا والو، يعني انتم بقيتوا ساكتين وحاضرين فيسبوك وجالسين شي كيضحك على شي كيسب شي، ويعني ما غادي توصلوا حتى شي نتيجه. ثانيا النقطه الثانيه غنهضر عليها هي العياشه اللي جالسين في البلاد، العياشه اللي بقاو في البلاد، اللي بقاو في المغرب، هادوك محساده اولا لان ما عندوش لي كوي باش يريسكي ويجي ويدبر على راسو، ما حدو صغير ويقدر يدير واحد غير واحد لا طونطاسيون باش يحقق الحلم ديالو في الحياه، ما يقدرش يديرها. علاش؟ لانه ما راجلش اولا، ومقابل اختو ولا مو ولا شوف كيفيق مع 12 ولا شحال، وكتعطيه مو ديك 20 درهم ولا 30 درهم، كيمشي يشري الكارو ديطاي ويمشي يشري شي قهوه ويبقى جالس، وها هو ماشي هكاك حتى ما عرفتش حتى يشرف، ويطيحوا ليه سنانو يتسوسوا ليه بالكارو والزطله، وما يعني ما عندوش واحد الهدف في الحياه. والانسان اللي ما عندوش واحد الهدف في الحياه شنو كيدير؟ طبيعي، شيء طبيعي. شنو كيدير؟ كيبغي يهرس الناس اللي كيحلموا حتى كيحلموا هما يبدلوا حياتهم ويديروا شي حاجه. وكاين اللي حمار اللي ما قاريش واللي ما عارفش بان سبب عذابه هو هذوك الناس اللي كيدافع عليهم، واللي كيجي كيقول لك باغي نتخرب، غير اللي هضر كيقول ليه نتايا مخلصاك الجزائر، انت مخلصاك بوليزاريو، ودابا غير اللي هضر على حقه مخلصها الجزائر. وبوليزاريو طلعوا رجال علينا، ما باغيش يعينشوا الدل، ما باغيش يبقاو يبوسوا يدين، ما باغينش يعبدوا بنادم، ومن حقهم يعيشوا بحال الناس، فهمتي. واخا انا ضد المغربي يتقسم وضد المغربي يطير منه شي حاجه من التيريتوار ديالو، ولكن هذه هي الحقيقه. دابا حنا 100 عام وحنايا مستعمرين، كيقول لك 56 مع 58 خدينا استقلال، ما خدينا لا استقلال لا والو، راه حنا باقيين مستعمرين وباقي عايشين تحت الذل والفقر. وغادي نشير لواحد الانسان اللي هو راه كيجي للصفحه اللي اصلا ما عنده ما يدير فيها، لانه يعني علاش راك كتهضر، علاش تابع الدراري في حياتهم؟ هذوك الدراري خرجوا من المغرب بسبب بحالك، بغاو يهربوا من بحالك، والاسم ديالو هو EIAM. هذا الانسان هذا كيجي كيبقى كيسب في الدراري اللي هو اصلا ما يقدرش يدير داكشي، باينه فيه عايش على حساب اختو، يسب فيهم وكيدافع على سيدو اللي كيبوسوا ليه الدين، واللي هو باغي يبقى عبد. راه ماشي كاع الناس بحالك كيفكروا بحالك، وكل واحد كيتحترم على الاراء ديالو، كنحترمك على الراي ديالك. الا بغيتي تبقى عبد وعبيد ديما انت وعائلتك بقى هكاك. كاين الناس باغا تعيش نورمال، باغا تعيش بحال عباد الله اللي عايشين في هاد البلدان هادو. علاش حنا ماشي من حقنا؟ شحال غادي نعيشوا ديما؟ ما غنعيشوش ديما.
حنايا غنعيشوا 60 عام ولا 50 عام ولا شحال، باغيين نعيشوها في الاحترام وفي كرامه، ويكون عندنا اقل الاشياء بحالنا بحال الناس، ماشي نعيشوا في الدل. الدل هو هذاك اللي راه عايشين فيه المغاربه، اللي عنده الفلوس يعيش واللي ما عندوش مسكين يموت. كتدافع على واحد ما بنا لكش حتى سبيطار تداوى فيه، كتدافع على واحد الا خرجتي تهضر في الزنقه يصيفط لك البوليس، زاد دوبل لهم الصالير باش يسلخوك عصا، باش يشبعوك عصا، حيت انت يا حمار وعبد وما عمرك غتبدلو، ما عمرك غادي تفهم، وما باغيش تخلي الناس يغيروا اللي باغيين يغيروا شي حاجه، ولا اللي باغيين يعطيو غير الراي ديالهم، باغيين يعيشوا في احترام. شنو عطاتك الملكيه؟ ما عطاتك التقلوه، ما عطاك والو، حتى سبيطار ما بناوش الناس مسكين اللي ما عندوش مرض كيخليوه كيموت، اللي عايشه مسكينه في الجبل سوسيه ولا شلحه ولا عروبيه مسكينه، واحتراماتي لكاع دوك الناس اللي عايشين في المغرب اللي كيقول لك هما المغرب المنسي والمغرب الفقير، هذوك هما المغاربه الحرار والمغاربه الحقيقيين. دخل عندهم يقسموا معاك اللي عندهم الخبز والزيت، وسيروا جرب بعينيك، ما كيلقاوش مساكن حتى فين كيولدوا في الطريق بحال المشاش. عيب سدات عليهم الطريق في الجبال، ما لقاوش حتى اللي يحلها ليهم، كيموتوا بالجوع، ما لقاوش غير اللي يحل لهم الطريق. جيب عوض الله تراكتور حل به الطريق لعباد الله، يخرجوا يجيبوه يما ياكلوا، ولكن شكون اللي غيفكر هكا؟ واش اللي عنده قصر في كل مدينه في المغرب، واللي عنده لي زابارتمون في نيس وفي سان تروبي، واللي عنده لي باطو والطياير ديالو، واحتكر كاع الاقتصاد ديال المغرب كلاه بالشركات ديالو، وحتى لي طاكس ما كيخلصهمش، ولي كازينو في ماكاو، والعطل في هونغ كونغ، وفي لا غريس، وفي سان تروبي، وفي لي بواط دو نوي الواعرين، وفي لي كازينو الواعرين. بقى انت الحمار، بقى انت كتعيش ليه، هو عايش بيك ولا بلا بيك، هو ما كيعرفكش حتى واش انت موجود ولا ماشي موجود، فهمتيني؟ ما كيعرفكش حتى واش موجود ولا ماشي موجود. هذيك شعبيه العزيز هذيك يكذب، لانه كون كان شعبو عزيز يطلع غير الجبل يحلهم هي الطريق، فهمتيني؟ كون كان شعبو عزيز يبني لهم هي سبيطار نقي بحال الناس. حتى شي نهار اخر غادي ندير لي فيديو وغنقارن السبيطارات ديال الناس الحقيقيين مع السبيطارات ديالكم، اللي السبيطار كتلقى القط كيدور فيه، كتلقاه موسخ، كتلقاه ما فيهش الدواء، اطباء ما فيهمش الضمير الا من رحم ربي، وكنحترم اي طبيب عنده الضمير في المغرب. يعني شنو دار ليك؟ طرقان ما قدوهمش ليك، النص ديال المغاربه ماتوا في الطريق، وتا كيموتوا الناس كيدير هو كيتكلف بهم كيدفنهم. تكلف جلالته بمصاريف الدفن، تكلف بينا دفننا، تكلف بينا نعيشوا، تكلف بالناس يعيشوا قبل ما يموتوا، قبل ما ترون في هذيك البلاد. حنا اللي كيقول لك انتم باغيين البلاد تولي بحال سوريا، حنا ماشي سوريين، حنا كلشي مغاربه الحمد لله، سواسه وشلوح وريافه وعرب، حنا ياك شي كيبغي شي الحمد لله. حنا كنبغيو كاع المغاربه من اي فقير كيما كان، اي واحد فين ما كان ساكن. علاش غنوليو بحال سوريا؟ علاش غادي نوليو بحال سوريا؟ البنادم الحمار اللي كيقول لك غنوليو بحال سوريا، سير الحمار تقرا، سير، لانه كون مشيتي تقرا وكنتي قاري شويه ما غاديش تكتب داك الميساج وتخبى مور الكيبورد ومور البيسي وتكتب داك الميساج، لانك كنتي قاري شويه وقريتي على لا ريفولوسيون فرونسيز، ولا قريتي على الملكيات اللي كاينين دابا في العالم، غادي تعرف فرق كبير بين حياتك اللي هي كلبيه وحياه محشره وبين حياه الناس الحقيقيين. فرنسا راه كانت ملكيه، راه كان الملك ديالهم كيحط بنادم في القفص ويحط له الماكله ويقلبها له، ويحط القفص عنده في وسط البلاصه فين كيجلس، ويبقى يدور ويبقى يضحك عليه. كل ما شدوش وقطعوا لهم راسو كون راهم باقيين بحالنا، ولكن هذوك الناس فيهم النفس. انايا عندي واحد الكلمه، عندي واحد القضيه، نوجهها لهاد العياشه هادو وهاد البنادم هذا اللي كيعيش ليه. نقول لك واحد القضيه، انه هو كون كانت فيه النفس وكتجيه النفس على بلادو وعلى شعبو، غيكون بنى لك غير سبيطار تداوى فيه، فهمتيني؟ ما تبقاش بحال الكلب، يعني ما عندكش حتى كيدير الدواء بحال شي حمار، يعني ما بحال شي حيوان. الناس هنايا يا وليدي نقول لك واحد القضيه، الناس الحيوانات وعندهم السبيطارات ديالهم، وهذا الشيء اللي كنقول انا راه نثبتوا لكم، وباقي غندير لكم فيديوهات الا بغيتو تشوفوا الناس راه عندهم السبيطار كيديو الحيوان كيداويوه، وبزاف د الحوايج. حنايا الانسان ما بغيناش نداويوه، باش تعرف انه حنا ما عندناش الانسانيه بيناتنا. والانسان بحالك اللي كتجي كتسب الدراري، الا ما كتجيكش النفس على ولاد بلادك وعلى الشعب ديالك، انت ما راجلش وما عمرك غادي تكون راجل، فهمتيني؟ واللي بحالك ما عمرهم غادي يكونوا رجال، وبحالك انت
ديك 40% ولا 50% اللي باقي عندها هاد الفكره ديال عاشها سيدنا وبوس ليه يديه هو اللي قاد البلاد هاد الناس هادو هما اللي خلاو البلاد ديالنا تبقى في الذل، فهمتيني؟ هما اللي خلاو الناس ديالنا تبقى في الذل. اما كون خرجنا كنا للزنقه كون راه هرب في حالو، فهمتي؟ ولكن اش غادي نقول لك؟ ودوك الدراري بعدا نقول لك دوك الدراري اللي كتسبهم مساكن اللي فقراء وهربوا من البطاله وهربوا من الفقر وبغاو يدبروا على راسهم، هذوك الدراري مساكن راه هي كانوا في هذه الحاله هذه، راه سيدك هو سببهم. عرفتي علاش؟ لان ما بغاوش يقريو الشعب، ما بغاوش يقريو الدراري، لان عرفوا الا قراوهم ما غاديش يبقاو هما فوق الكرسي. ما بغاوش يقريو الشعب، خلاوه امي، خلاو كيديروا كل شيء باش يهجروه المدارس ويهجروه الجامعات، وحتى كاع الى شدوا وعض بيديه وسنانه مسكين وخدا الدبلوم، راه كياكل العصا في الرباط. ياك الاساسي دا ها اللي تقبلوا مسكين عينيه، ها اللي هرسوا ليه رجليه، ها اللي داروا ليه الشلل النصفي. يعني شنو ذنب دوك الناس اللي 20 عام وما كيقراو في الاخر ياخذ ورقه الشيفونه وما يخدم بها ما والو؟ شنو هي هاد الحياه هادي؟ فين غنمشيو حنا؟ نخويو حنا كلنا البلاد ونخليوها له هو باش تكون انت فرحان؟ باش تكون انت فرحان؟ انت ماشي مغربي وما كيشرفناش تكون مغربي اصلا، فهمتيني؟ ما كيشرفناش تكون مغربي اصلا، لانه ما فيكش النفس ديال المغاربه وما فيكش الدم ديال المغاربه اللي هو كيكون حار، فهمتيني؟ ما فيكش. ثالثا غادي نهضر على سيدك الحمار، راه كنفوتيو عليه في البرلمان سادين عينينا، ماشي حنا اللي كنفوتيو عليه، الكلاب ديالو اللي هو حاطهم تماك واللي كيعطيهم 3 مليون ونص في الشهر، اللي مستحيل يفكروا فيك، لانه الا فكروا فيك غادي يجري عليهم وغادي 3 مليون ونص ما يبقاش يتوشيها بلا طونوبيل بلا 5000 درهم من الاواني في الديه وداك التخربيق. يعني سيدك كيفوتيو ليه 600 مليون د الاورو الحمار في الشهر، ياك وهو فاش كيكون في الرباط الغدا كيطيب في طنجه وكيطيب في اكادير، ياك وانت ما عندكش حتى باش تغدا، البصله راه ما تقدرش تشريها دابا، فهمتيني؟ وهو الغدا كيطيب في طنجه وكيتلاح، لانه كيخافوا يجي يضرب ليه في راسو، يفيق ضرب ليه في راسو يبغي يمشي لطنجه ما يلقاش الغدا واجد. باش تفهم سيدك كيفاش كيفكر باش يعيش، كيفكر راسو كيفاش يعيش. الى الدغوا، لانه لقى لي كي سميتو، لقى المغاربه مساكن حمير ولقاهم ظريفين بزاف، مع احتراماتي لكل المغاربه، انا كنهضر على 50% اللي كتساندو واللي تابعاه، لقاهم مساكن الناس. والله الا المغاربه ناس طيبين، والله الا المغاربه ما كاينش بحالهم، لانهم صابرين على هاد الثلاثه بالسيف. وسيدك عاوتاني نزيدك راه عنده الطوموبيلات من كل اشكال الانواع، اي مرسيدس خرجت كتدخل عنده ديريكت للقصر، اي لامبورغيني اي حاجه بغاها. وعاد زيد لي زابارتمون ديال نيس وسان تروبي ولي كازينو ديال ماكاو، وراكم عارفين كيفاش كيعيش بلا ما نقول لكم انا، فهمتيني؟ واللي حمار وتابع دوزيام وتابع ديك الاذاعات المغرب والتعليق العلوي الزامن اللي سيدو عاطيك، اللي سيدو حطو تماك وجلالته وداك التخربيق وهذا سيدك وليدي هو اللي خلانا في هذا الدل هذا. وما غاديش نطولوا في هذا الموضوع هذا، لانه هذا الشيء راني شرحته وبنادم عارفه وكيكذب على راسو. هذا الشيء هذا ميساج كان للعياشه والمدلولين اللي باغيين يعيشوا في الدل ديما. ثالثا غادي نهضروا على الدراري اللي جاوا لالمانيا والدراري اللي دفعوا اللجوء يعني وباغيين يرجعوهم. خصكم تفهموا انه واحد القضيه، انه هذا الشيء هذا ما بداش من المانيا، هذا الشيء هذا بدا من السويد، لان السويد عندها واحد 1600 دري اللي هما اصلا صراحه داروا المشاكل وداك الشيء اللي يعني كانوا كيسرقوا داك الشيء وهذا. ولكن ابار قبل ما يبداو يسرقوا الدراري راه تا هما كانوا ساكنين بحال الافغان بحال السوريين بحال كل شيء، وعطاو كل شيء وخلاوهم هما في لي شومبر ديالهم بلا اوراق بلا والو، ومن بعد داروا لهم بريسيون باش يهربوا. خرج لا غادي نجريو عليك وداك الشيء. صافي الدري مسكين كيخاف كيولي يضرب في الزنقه، النهار الاول النهار الثاني النهار الثالث كيقتلوا الجوع، كيبدا يسرق الماكله، كيقتلوا البرد، كيبدا يسرق ما يلبس. هي هذه باش كتبدا. يعني السويد من غير هذا الشيء هذا ما قبلتش المغاربه بغات ترجعهم. يعني اشنو داروا السويد عندهم فلوس، اش داروا؟ عيطوا ليهم، تفاهموا معاهم بالراس، شحال يعطيو على كل راس وصافي. يعني الناس هادوك الناس جيعانين وانانيين، فاش كيشوفوا الفلوس غادي يبيعك، وهو باعكم وباع الدراري
وتفاهم معاهم باش غادي ياخذ الفلوس على الراس. قراو لي جورنو حيت بنادم اللي في اوروبا هادي راه ماشي المغرب. اوروبا كتبغي الناس يكون عارف القوانين ديال البلاد اللي عايش فيها. تدخل لواحد البلاد خصك تعرف القوانين كلها ديال البلاد وتقرا لي جورنو باش تعرف اش كيكتبوا عليك. واخا تمشي غير لجوجل دير اكtualité وتكتب المغرب يعني كيفاش مسمينو في البلاد اللي انت فيها، الا كانت السويد ماروكو، الا كانت فرنسا ماروك، الا كانت اسبانيا مارويكوس. المهم ودير اكtualité وغادي تعرف علاش كيهضروا وشنا هو الاكtualité ديالك في ديك البلاد. يعني السويد هي اول شيء السويد تفاهمت معاهم باش تخلص على الراس. اصلا السويد الا كتبغي ترجع بنادم من كل انواع البلدان راه كتعطيه معاونه للشخص في يديه باش يمشي في حاله، كتعطيه 30,000 كرونه. يعني هي 3 المليون مغربيه اللي كتعطي لواحد في يديه ويديها معاه ويمشي في حاله. ولكن مع المغاربه ما داروش هذا الشيء هذا. مع المغاربه عارفين المغاربه واخا يعطيوهم الفلوس ما غاديش يرجعوا، لانهم ما كيهمهمش الفلوس، كيهمهم يعيشوا حياتهم، يعيشوا حياه جديده وحياه نقيه بحال الناس. لانهم جاو للسويد وشافوها كيفاش عايشه وكيفاش فايتنا ب 100 عام، واخا كانوا هادي 71 عام كيموتوا بالجوع، ورجعوا لليستواغ وغادي قراو ليستواغ شويه، غادي تعرفوا هذا الشيء هذا ونقدوا راسهم وتعلموا من الجوع ولاو الناس احسن الناس في العالم. يعني كتعطيهم فلوس في يديهم. ولكن هي شنو قالت راه نعطي الفلوس لولاد القحاب الشفاره هما غادي يتكلفوا. دابا صافي تفاهمات معاهم بان غتعطيهم الفلوس. اش غيديروا هما؟ غادي يبيعوك. اش غيديروا؟ غادي يعطيوهم لي زومبرانت ديالكم، فهمتيني؟ غادي السويد غتشد لومبرانت ديالك غتعطيها للمغرب، المغرب غادي يكومباري ديك لومبرانت مع الداتابيز اللي عنده وغيعطيها السميه والكنيه. الا كنتي مغربي، لان كاين الجزائريه بزاف طايحين مغاربه واحترامي للجزائريه، وتا كاين مغاربه طايحين الجزائريه، ولكن هما باغيين ايدونتيفيو بنادم باش اللي مغربي يدخل للمغرب. المغرب اش غادي يدير؟ غادي ماشي المغرب دوك الزوام اللي حاكمينه، اما المغرب بزاف عليهم. المغرب شي حاجه اخرى اللي فهمتي اللي لا علاقه مع دوك ولاد القحاب اللي حاكمين. يعني غادي يعطيهم داتابيز وغيقارنوا بيناتكم، غيقارنوا يعني البصمات ديالهم اللي عطيتهم نتوما في السويد، يعطيو الدراري في السويد مع دوك البصمات اللي كاينين في المغرب. ايوا اللي طلع مغربي راه غادي يشدوه، غادي يصيفطوه للمغرب. والمانيا فاش شافت القضيه ديال السويد صدقت لها، لان كل المغرب رفض للسويد هذه القضيه هذه، كون كان فيهم النفس كتجيهم النفس على اولاد البلاد ويخليهم يعيشوا. كون السويد رفض لها المغرب هذا الشيء وما بغاش يقبل الدراري، السويد راه كانت غادي تعطيهم الاوراق الدائمه، لانه البلاد ديالو ما قبلاتوش. هذا هو القانون في السويد والقانون ديال اللجوء في كاع الدول. ولكن هي جبدت ليه الدوسي ديال الصحراء اللي كتخلعوا به، اللي هي اصلا ما قادراش تعترف بها، واللي يعني هذا الشيء هذا مستحيل. هي جبدته للطبله باش تخوفهم وباش يجيبوا الدراري، واخا هكاك هما ما قبلوش حتى شافوا القضيه فيها الفلوس. وعادي المانيا تبعاتها، لانها افون راه عندها الدراري بزاف، عندها واحد 7000 مغربي ولا شحال، واحد 6000 مغربي ولا شحال اللي مرفوضين قبل ما تبدا هذه القضيه، قبل ما يجيو الدراري في الطريق ديال تركيا اليونان. كانوا الدراري بزاف مرفوضين، ولكن ما كانتش تقدر تصيفطهم. يعني كانوا مرفوضين 5 سنين 6 سنين، وكانوا كيشدوا 350 اورو في الشهر، وما عمرها قطعت عليهم ولا كاع كتقطع عليهم. كيبقى كيدبر في خدمه، كيكون تعلم اللغه، كيعيش. مهم ما ترجعوش للجهل والتكرفيس وضرب الطريق ومخلص فلوسه وترجعوا. ولكن فاش شافت المانيا تفاهمت مع السويد، تفاهمت مع المغرب حتى هي دارت نفس القضيه. اما هي يعني عرض الفلوس على الجيعانين اللي يعني اللي الفلوس كيعميوهم، واللي يعني احسن من الشعب المغربي ب1000 درجه، وداك الشيء راه باين. صافي هبطوا تفاهموا معاهم. دابا الدراري نقول لكم واحد القضيه، بنادم كيكذب على راسو. انا راه ما راجعش واخا نموت، راه هي كتكذب على راسك، لان ما كتعرفش انت هاد الناس هادو اش كيسواو. هاد الناس هادو الا كان عندك الرفض والترحيل، راه واخا ما تبغيش ترجع غادي يعيطوا لك هما بطريقه سلميه، لانهم دوله ديمقراطيه. يعيطوا لك ويقول لك اجي عندنا، راه غير خصك ترجع، قاد باسبورك ورجع بوحدك. الا بغيتي، ما بغيتيش غادي يجيو غيدوك البوليس، غادي يقمطوك، يحطوك عندهم في الكاردافو. شحال ما طولات غادي يحطوك عندهم حتى يبصموك صحه، ويعطيو البصمه ديالك للمغرب، ايدونتيفيك، يجيبوا لك التقرير ديالك شكون انت، يديوك للقنصليه، يديروا لك لي سي باسي، ومن لي سي باسي يديوك لايروبور بالمينوط، يحطوك يخليو الطياره حتى تعمر، ويحطوك في الاخر بالمينوط ديالك وجوج بوليس من اليمين واليسار حتى تهبط في كازا. حيدوا لك المينوط، يقول لك يلاه دخل الله معك. هذه هي الطريقه اللي غادي يديروا لك باش ما تبقاش تكذب على راسك، لاننا حنا عايشين في اوروبا وكنعرفوها مزيان وعارفينها، وعندنا صحابنا رجعوهم، وبلا ما تبقى تكذب على راسك.
يعني الا كنتي باغي دير شي حاجه نوض اعتصم على راسك وبين شنو هي الوضعيه ديالك الحقيقيه، فهمتيني. ويعني اش غادي نقول لكم، يعني هذه هي الحقيقه، فهمتيني. وحتى الا بغيتي كاع دير راسك فيها جاهل وما تبغيش تخلي الطياره تطلع، راه الناس راه عندها الفلوس ابوتو، الناس راه عندها الفلوس، الناس راه متطورين بزاف، فهمتيني. راه متطورين بزاف عليك اكثر من داكشي اللي كيحسبك نتايا وداكشي اللي كتفهم نتايا. راه غادي يحطوك في جيت بريفي كما دار ساركوزي نهار طلع، راه شرا لي جيت بريفي وحطهم في الايروبور وبنا حبس الاوراق في الايروبور، كيهزوك من حبس الاوراق كيديوك للقنصليه كيبصموك وكيديوك للجيت بريفي، من جيت بريفي كتلوحك في البلاد. يعني هذه باش تكون فاهم بانك راك هي كتخور وهي كتخرب. هادو بنادم اللي كيحسبتو راه بالفم غادي 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 بهاد الهضره اللي كيقول راه غادي يخليوه في المانيا. رابعا غادي نوصلوا للموضوع واخا طولت عليكم واحد شويه. غادي خصكم تعتصموا، سيروا انا هذا هو الحل اللي بان لي. ويعني نتوما راجعين الا كنتو راجعين وما خاسرين والو، راه هذا الحل هذا تقدروا تغيروا به السيتوياسيون، تقلبوها راسا على عقب. هو غادي تجمعوا، ومرحبا بالجزائريه والتوانسه اللي بغاو يتجمعوا معاكم، واخا الجزائريين راه بلادهم طلعت فيها الرجوله وما قبلاتهمش وما محتاجاش الفلوس وما يعني ما مشاتش معاهم في هذا اللعب هذا. وكما قلت نسيت ما قلت لكمش واحد الحاجه، انه المانيا كتعطي 460 مليار للمغرب. بنك التنميه الالماني ولا شنو سميتو كيعطي 460 مليار للمغرب في العام كبلد فقير باش يعاونوه باش ينمي بلادو. ولكن راكم عارفين فين كتمشي 460 مليار اللي كتزاد على الملاير اللي عند سيدكم في سويسرا وديال يعني ديال فلوس الفوسفات اللي ما كيدخلوش كاع اصلا للمغرب. راه كيشد هذيك 460 مليار كيحطها حتى هي عنده في سويسرا. باش علاش هو يعني وغيزيدوا الفلوس عليكم في الراس. يعني كل واحد غادي يعطيو على الراس شي 10 مليون ولا 20 مليون اللي نتوما اصلا مخلصين يعني فلوسكم باش تجيو. كان اللي مخلص جوج ثلاثه، وحتى المعاونه ما غاديش تشدوها في يديكم نتوما، غيشدوها هما. يعني باش تعرف السياسه ديال ولاد القحاب. باش ندير لكم هذه في راسكم، يعني احسن حاجه هي غادي تنوضوا تعتصموا على راسكم من حقكم. ما ديروش مظاهره او وقفوا تماك اضراب للطعام. ما كيحتاجش لوتوريزاسيون. بنادم كيقول لك سير خذ لوتوريزاسيون. اضراب على الطعام ما كيحتاجش لوتوريزاسيون. وإلا خفتوا من خينا وخفتوا من هذوك اللي في المغرب يتعداو عليكم ولا غدا وجهك بالكاكول ديال البرد ودير نظاره الشمس وجلسوا كلكم اضراب عن الطعام. علاش قلت لكم انا تشريو السم؟ لانه الا شريتو السم وحنايا ما غاديش نتوما ديروها بصح، ولكن راكم غادي تهددوهم. غادي تشريو السم وغادي تكبوه في الكيسان وغادي تهددوهم به بانكم غادي تنتحروا جماعيا الى ما وقفوش هذا القرار ديال الترحيل ديالكم. هذا هو الحل اللي عندكم. اضرب على الطعام حقيقي. حتى الا جاكم الجوع يمشي كل واحد فيكم يسلت يمشي يقصي ويرجع يوقف تماك وتبقى الجماعه جالسه. فهمتي؟ ماشي بنادم غادي فهمتي؟ هذا هو الحل اللي عندكم. وهذه القضيه الانتحار جماعي الا قدرتوا تكتبوها في يوتيوب راه غادي تشوفوا واحد الناس راه كانوا مشاو لواحد التريتوار كان خاوي واستعمروه، وواحد خينا كان يعني عمر لهم راسهم على قضيه الانتحار جماعي، وكانوا يعني يتبعوهم الصحافه وتبعوهم كل شيء. يعني هذه واحد ليدي اللي تقدر تحطمهم كاملين. فهمتيني؟ لان المانيا شدت ديك الصوره ديال احداث كولونيا وشوهات الصوره ديالكم بها. انا متاكد بان ماشي كاع المغاربه سراقه، وبان مستحيل يكون كلشي سراق. كاين واحد النوع اللي همجي هو عايش هكاك في المغرب وبغى يعيش هكاك في المانيا، ولكن ما كيعرفش شنو هي المانيا بانها راه ما تقبلش ليه داك الشيء حتى ساعتين. يعني نتوما خصكم الا بغيتو تهرسوهم اضراب جماعي الطعام في بلاصه قدام البرلمان وتكونوا كتار بكم وترجلوا مره واحده في حياتكم. راه المانيا ما كاينش اللي يوصلكم، راه بلد ديمقراطي. راه ماشي المغرب هذا غادي يصيفطوا لك البوليس يفرق عليك عينيك. راه المانيا هذه مون بوت. فهمتيني اش كنقول لك؟ يعني غادي تجمعوا، غادي تضربوا على راسكم. واللي خاف وكيقول لك انا ما نقدرش وانا خايف من هذا وهذا وسيدنا وهذا، يرجع حدا سيدو يموت بالشر. علاش ضارب الطريق اصلا باش جاي انت لالمانيا؟ واش كيحسبك غادي تجي المانيا غيعطيوك الوراق ديال اللجوء كمغربي اللي بلادك اصلا كيلمعوها
هادوك اللي تماك كيعطيو واحد الصوره زينه على برا، واخا هادو ديال برا منافقين عارفينكم عايشين في التل، ولكن ما غاديش يعترفوا به الا ما بينتوش نتوما، ما غاديش يعترف لك به باش تاخذ لو جو. وثالثا لو جو ما كيتخادش على مشاكل اقتصاديه. يعني خصكم تبينوا شنو